إلقاء واحد البرنامج اللي الكلفة ديالو هي واحد 10 المليار ديال الدرهم. شنو هما يعني المكونات ديال هذا البرنامج اللي عطى صاحب الجلالة؟ أولا ندعموا الفلاحة على مستوى الأعلاف. ثانيا تدخلوا في الإنتاج عبر دعم المدخلات اللي عرفت واحد الارتفاع واللي ساهمت إلى حد ما في أنه توقع واحد الارتباكات على مستوى الأسعار ديال مجموعة من المواد الفلاحية. وأيضا كاين برنامج واحد آخر اللي صاحب الجلالة شرف عليه واللي هو المرتبط بالتزويد بالماء الصالح للشرب والماء ديال السقي. يجب أن نعترف، يجب أن نتفق في بلادنا اليوم جميعا بأن واحد من المسببات ديال الارتباكات اللي وقعت على مستوى الإنتاج ديال جملة من المواد، وأنا كنتكلم على المواد الفلاحية، هو الانخفاض الكبير جدا في كمية المياه اللي كانت كتعطى الفلاحة. السنوات الماضية كانت المياه التي تخصص للقطاع الفلاحي كتجاوز 4 المليار متر مكعب. السنة الماضية راه ما وصلناش حتى ل1 المليار فاصلة 6، بمعنى أن هناك عجز كبير يقدر يتقدر ب 75%، وهذا هو اللي أثر على المساحات المزروعة، أثر على الإنتاج، أثر على فلذلك الحكومة كتدخل عبر جوج البرامج اللي كلها فيها توجيهات ملكية سامية. البرنامج الأول ديال الماء، نوفروا الماء بشكل معقول وكافي، والمشروع الثاني هو المشروع ديال التدخل في الإنتاج. قمنا بواحد المجموعة من الإجراءات لمواكبة تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء، وربما من خلال هذه الندوة هذه في كل مرة كنا كنتكلموا عليها. أولا الإعفاء من الرسوم ديال الاستيراد، ثانيا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، تشجيع مجموعة من المتدخلين والمستوردين والمنتجين اللحوم الحمراء على أنهم يمشيوا بشكل أكبر في هذا المسار هذا. وجات يعني القرار المشترك بين وزير الفلاحة ووزير المكلف بالميزانية واللي أعطى ذاك الدعم اللي تكلمتيو عليه في الاستيراد. الآن بالإضافة لإجراءات واحدة أخرى اللي مرتبطة بالترقيم ديال عدد رؤوس الأغنام والماعز اللي موجه لهذه العملية هذه، بالإضافة إلى توفير مجموعة من النقاط ديال البيع لكي يسهل اقتناء الأضحية. فهذه المجهودات هذه كلها بالإضافة للمجهودات اللي تكلمت عليها ديال التدخل في العالف إلى غير ذلك، أنا متأكد بأنها إن شاء الله غادي تعطي واحد النتائج على مستوى أولا توفير هذه الأضاحي بشكل إن شاء الله اللي يكون يعني بشكل كبير على مستوى النقاط ديال البيع وديال الاقتناء ديال السوق كي راه دار ما السوق مازال ما كريت. نسوي طاس بنيون السلام عليكم. جملة 240 تفريد 270. واش راه يدير منا سوا 240 الحاج جملة تفريد 70.